السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، كيف الحال؟ اليوم إن شاء الله سنتكلم عن آخر أخبار فريق برشلونة الإسباني، ومنها أن فريق برشلونة قدم عرض من أجل الانتداب باللاعب الألماني جوشوا كيميش، وكذلك برشلونة أرسل إنذارا للمدافع أراوخو، وآخر أخبار ديونغ وصفقة قادمة لفريق برشلونة. لهذا فضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت تقارير إسبانية عن تطورات مستقبل الدولي الألماني جوشوا كيميش لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ. اللاعب الألماني الذي يبلغ من العمر 29 سنة يملك عقدا مع النادي الألماني حتى يونيو 2025، وارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني. وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع الدولي الألماني جوشوا كيميش في الصيف المقبل بعدما تم رفض العرض الأول. تقارير إسبانيا: برشلونة يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع جوشوا كيميش. وقالت الصحيفة الإسبانية أن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة سيحرص على التحدث مع النجم الألماني لإقناعه بالانتقال إلى برشلونة. وواصلت صحيفة سبورت أن النادي الكتالوني يحاول حاليا التفاوض مع شروط شخصية مع اللاعب خط وسط الفريق البافاري الذي يتقاضى حوالي 20 مليون دولار كراتب سنوي. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أوضحت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى أيضا للتعاقد مع جوشوا كيميش. وكان النجم الألماني قد خاض 43 مواجهة مع الفريق البافاري هذا الموسم بجميع المسابقات، إذ أحرز هدفين وصنع 10 أهداف. تقارير أخرى تؤكد بأن فريق ريال مدريد يحاول كذلك التعاقد مع جوشوا كيميش لخلافة الألماني توني كروس. ذكرت صحيفة الآس أن إدارة برشلونة الإسبانية هددت لاعبها الأوروغوايني رونالدو أراوخو بعرضه للبيع إذ لم يحسم قراره بشأن تمديد عقده. وأشارت تقارير الصحفي إلا أن إدارة برشلونة ترغب في تمديد عقد لاعبها أراوخو، ولكن ممثل الأخير يماطلون حول حسم هذا الملف. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يشعر بالقلق حول مستقبل أراوخو، حيث يشعر النادي بأن وكيل أعمال اللاعب يؤخر مفاوضة تجديد امتلاكه بالفعل وعروض أخرى يقوم بدراستها. في المقابل كان اللاعب نفسه قد طلب من ممثليه التحرك نحو تمديد العقد. برشلونة سيسمح برحيل رونالدو أراوخو في حالة واحدة، حيث أكدت الأس أن ملف تجديد عقد أراوخو سيمتد طيلة الصيف، وهذا شيء لم يعجب مسؤولي النادي الكتالوني. وأكد نادي برشلونة أنه لن يترك ممثلي أراوخو يتلاعبون بالإدارة كذلك إذ لم يوافقوا على شروط نادي، فإن برشلونة سيوافق على رحيل اللاعب بمبلغ لا يقل عن 80 مليون دولار. وكان مانشستر سيتي وكذلك توتنهام يحاولون التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني. وجه رود خوليت أسطورة منتخب هولندا نقدا لاذعا لمواطنه الشاب فرينكي ديونغ نجم برشلونة. ويأتي حديث خوليت قبيل أيام من انطلاق كأس أوروبا، ويأمل الجمهور الهولندي في أن ينجح المنتخب في تحقيق البطولة. خوليت أكد بأن ديونغ كان كالشبح في المونديال الماضي بقطر. في تصريحات نقلتها موقع فوتبول إسبانيا قال خوليت: سأقول شيئا عن ديونغ، لقد بدأت في فاينورد في مركز الجناح الأيمن، وحينها قال لي يوهان كرويف: يا رود، عليك أن تحسن أداء زملائك. وتابع نجم هولندا سابقا: لم أفهمه أبدا، ولكن هل تعرفون لماذا قال لي ذلك؟ لأنك حينما تطور أسلوب لعب زملائك فأنت دائما تلعب بصورة جيدة. وأضاف: هل يقوم فرينكي ديونغ بذلك؟ لا، فرينكي لا يقوم بذلك وهو يلعب بصورة سيئة، وهو لا يؤدي وفقا للقدرات التي يملكها. وأكمل خوليت شرح فكرته بالقول: إذا نظرت إلى فرينكي ديونغ خلال النسخة الماضية من كأس العالم فإنك سترى أنه كان مثل الشبح. فرينكي عليه أن يعتني بالأمر بنفسه. وتلعب هولندا في مجموعة متوازنة في كأس أوروبا تضم كل من فرنسا وبولندا والنمسا. حدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الصفقة الأهم للنادي خلال الميركاتو الصيفي. وتسعى إدارة برشلونة لتقوية صفوف الفريق بمساعدة المدرب الجديد هانز فليك في تجربته مع الكاتالان. برشلونة يدعو ويليامز على رأس أولوياته. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسباني نقلا عن صحيفة سبورت كاتالونيا، فإن التعاقد مع لاعب بيلباو نيكولاس ويليامز سيكون أولوية النادي الكاتالوني في الصيف. وذكرت الصحيفة الكتالونية إلى أن نادي برشلونة أخبر وكلاء ويليامز بأن النادي سيضغط بقوة من أجل إنجاز الصفقة في الأسابيع المقبلة. وسيطلب البيلباو مقابل مال لا يقل عن 60 مليون دولار للموافقة على بيع ويليامز، وهي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقده. وسيأمل برشلونة أن ينجح في إقناع النادي الباسكي بدفع القيمة المطلوبة على أقساط من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن. ويبلغ ويليامز من العمر 21 سنة، ويجد اللعب في المركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي عقده مع بيلباو
في 2027. كشف النجم الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة عن حلمه مع الكتالون بعد انتهاء فترة الإعارة لنادي برايتون، ولعب فاتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع النادي الإنجليزي، لكنه فشل في إحداث الفريق المتوقع منه. ونقل الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو تصريحات فاتي بشأن مستقبله مع فريق برشلونة. فاتي يتمسك بالنجاح مع برشلونة، وقال فاتي في تصريحات صحفية: خطتي واضحة، أنا أريد النجاح في برشلونة، وسيكون المدير الفني الجديد لفريق برشلونة هانز فليك مطالبا باتخاذ القرار بشأن فاتي، وستجيب الأيام المقبلة عن السؤال بشأن بقاء النجم الشاب مع الكاتالان. في حالة عدم اقتناع فليك بجودة فاتي وجدوى استمراره، فإن الباب سيفتح أمام الراغبين في التوقيع. ويبلغ فاتي من العمر 21 سنة، ويوجد اللعب في المركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي عقده مع برشلونة في 2027. وجدير بالذكر وأن بعض الجماهير كانت تلقب فاتي بميسي. يا لا، هذه الأحلام التي لا يمكن أن تحقق. كيف يمكن أن تقارن فاتي بلاعب أسطورة كميسي؟